بقالي 10 سنين قاعد في الأوضة دي على الكرسي ده اللي هناك ده، بعمل لكم الحلقات وبمخمخ كده في دماغي عشان اطلع النهارده الحلقة غير أي حلقة علشان هنتكلم عن العصر الذهبي وهو العصر الإسلامي. ده حكاية ألف ليلة وليلة عن مسلسل جودر بتاع ياسر جلال. ممكن أقول حاجة؟ مع السلامة. والله كنت هقول الله يسلمك والله العظيم. ايه بقى؟ ايه 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 هي كده يعني. ايه 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 خلاص اوكي. اخبار وحشني اقسم بالله والله العظيم وحشني. النهارده هنتكلم عن مسلسل اسمه جودر من حكايات وحواديت الف ليله وليله. مش عارف، حاسس ان المسلسل كده رايح على جيم اوف ثرونز، يعني شبه البوستر، نفس القعده، نفس السيف. احنا مش هنقول في تقليد، بس انا حاسس ان البوستر تبقى الاصل اخوه يعني. أقول حاجة؟ مع السلامة. هما بيقولوا هيعملوه بشكل جديد، هنعرف القصه او نبذه عن القصه هقول لكم بعد ما نخلص، بس هوريكم الاول التتر ونشوف بيقول ايه. التتر ما فيهوش الا 3 كادرات تقريبا، فيلا نشوفه بعد كده نيجي نشوف القصه. برضه ياسر جلال برضه له طله جامده بصراحه، انت مين يا ده انت؟ حاجة يعني اتكلم يعني ما شاء الله عليه. غير رامز جلال بتاع السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يا رب ما يقطع علينا عادة ولا يحرمني منكم ولا يحرمكم. يعني ده ماسك قسم الكوميدي وده ماسك قسم أقول حاجة؟ مع السلامة. والله كنت هقول الله يسلمك والله. فلا جامد بصراحه. كل اللي قعدتهم هنا كام يوم؟ يا جودر، انت بقالك هنا على الجزيرة 10 سنين. جودر انت بالك هنا على الجزيرة 10 سنين. واضح ان الموضوع مشوق ومغري، بس انا حاسس ان هو هيقلب على مثلا هيبقى واحد فقير بعد كده هيبقى غني هيدور على كنز كويس يعني، لان حكاية الف ليلة وليلة بتتذاع في رمضان الاول اصلا، بس قالها كتير محدش عمل عنها حاجة، فكويس ان هم عملوا حاجة عن حكاية الف ليلة وليلة وتبدأ الحاجات دي ترجع تاني عشان كويسة جدا. كده التتر خلص. التتر من 3 مشاهد تقريبا. هم طالما مش عاملين تفاصيل في التتر جامد قوي يبقى تعرف ان المسلسل ده تقيل قوي. هي بتتقاس كده، لا اما بقى ممكن تبقى العكس. مين ده يا هاني؟ قول له حاجة يعني اتكلم هو بيبدأ الحكاية من حكاية ألف ليلة وليلة، وبعد كده بياخدوا القصة بيقولوا في حتة تانية خالص. المسلسل ده مستوحى من حكايات ألف ليلة وليلة والعصر الذهبي الإسلامي. بس الكلام ده مش هينفع معانا، أنا عايز أقول لكم القصة بدأت من الأول بقى. كان واحد اسمه عمر تاجر، راجل تاجر كده، خلف 3 أولاد. واحد سماه سليمان والتاني سماه جودر اللي هو الصغير، وسط سماه سليمان تقريبا. بعد كده الراجل ده كبرهم لحد ما بقوا شباب محترمه يعتمد عليهم يعني. الاحداث ان هو عمر ده ابوهم كان بيحب جودر الصغير وكان بيهتم بيه وبيهتم بتفاصيله وكده. فمين اللي يزعل؟ طبعا اخواته التانيين. عمر لاحظ اللي هم بدأوا ينفروا اخوهم وكده ويتضايقوا منه وبقى في غل ما بينهم وما بين بعض وكده. راح عامل ايه بقى عم عمر؟ راح جايب اهل القريه وجاب الناس اللي هم مسؤولين وجاب اهله وقرايبه والناس اللي حواليه وقال لهم، راح واقف في نص القريه كده قال لهم انا عايز اقسم الورث بتاعي، اللي هو عشان كان تاجر كان بيبيع قماش وكده، اقسم فلوسي والورث بتاعي وكل حاجه للاربعه اللي هم مين؟ ال3 اولاده ومراته. قال لك عشان هو كان سنه كبير وكده، وقال لك انا مش عايز يحصل ما بينهم فتنه وحاجات شبه دي. فراح عم عمر مقسم التركه كلها. وجودر ده بقى كان صياد بسيط، وهيتحول من صياد بسيط الى واحد معاه تركه علي بابا وهيدور على كنز، وهو ده اللي انا متوقعه، لان حكايات الف ليله بتحكي عن الكنوز والحاجات دي. انت مين يا ده انت؟ ها؟ البس النضاره بقى تاني وكده يبقى القصه بتاعتنا خلصت، ويبقى دي كده نبذه سريعه عن مسلسل جودر اللي هو تبع حكايات الف ليله وليله بتاع ياسر جلال مش رامز جلال. ممكن أقول حاجة؟ مع السلامة. والله كنت هقول الله يسلمك والله العظيم. ما تنسوش السبسكرايب للقناه وتفعل كل جديد وتعمل جرس وحاجات شبه دي وترن الجرس وانا هفتح لك الباب. انت مش شايف؟ ما تنسوش بقى اللايك والديسلايك، كل حاجه انتوا عايزين تعملوها اعملوها، وما تنساش تقول لي في كومنت تقول لي اللي انت عايز تعمله او الرياكت اللي انت عايز تعمله، وهننزل الفتره الجايه شغل جامد جدا جدا جدا. السلام عليكم.